يا حبيب اخوك بارك لي، يا حبيب اخوك اخيرا هنطلع في التلفزيون، هنطلع في الفضائيات مع الكابتن هاني حتحوت. يلا بينا نروح لكابتن هاني. مفهوم الشعور او الاحاسيس الممزوجه اللي عند كهربا، لكن مساء الخير كابتن هاني، عامل ايه؟ انا بحب حضرتك جدا ومبسوط جدا ان انا طالع مع حضرتك النهارده في التلفزيون. اخبار حضرتك إيه يا كابتن هاني؟ حضرتك بتتكلم عن ايه؟ عن كهربا، عن كهربا ودوره في ماتش القمه امبارح واللي عمله. كهربا يستاهل اكتر من كده بكتير. اتفضل يا كابتن هاني، كمل كمل يا كابتن هاني. مع وضعنا في الاعتبار ان انت كنت اهم او احد اهم اسباب فوز الاهلي النهارده في المباراه بالهدف الرائع والرغبه والمجهود والانطلاقات اللي كانت بتجيلك التصويبه قبل الجول، لكن فكره الدخول في المهاترات الجماهيريه لن تضر الاك وبالتالي اللاك، اللاك، اللاك يا حبيبي اللاك. كابتن هاني معترض الظهر على الاحتفال بتاع كهربا مع جماهير الاهلي بعد الماتش. طب كمل كده يا كابتن هاني، كمل لما نسمع وجهة نظر حضرتك، انا احب اناقشك في وجهة نظرك. الفيديوهات اللي بنشوفها دلوقتي بعد المباراه وهو بيلتحم مع او بيغني مع جمهور الاهلي ضد جمهور الزمالك، دي كلها حاجات هتضرك انت، وانت اكتر واحد عارف المسؤوليه اللي بتتحط على اللاعب لما بيخرج عن النص او بيغلط. الله يا كابتن هاني، الله معاك حق. اللعيب بيبقى عليه مسؤولية كبيرة لما بيخرج عن النص وبيغلط في الجمهور المنافس. بس هو يا كابتن هاني يعني كهربا ما غلطش، كهربا راح للجماهير وبيغنوا انه اوف اح كهربا حطه صح. طب ما هو كهربا فعلا فعلا حط الجون صح. واعتقد يعني انه ايقاف مباراه واحده فقط امر بالنسبه لك انت لازم تبقى مش معتبره مش اوبشن. قال لا، ايقاف يا كابتن هاني؟ ما حدش جاب سيره الايقاف ولا حد اتكلم عن الايقاف، ولا في حد قال كهربا ممكن يتوقف، ولا في حد فتح تحقيق في الموضوع. هو حضرتك جايب سيره الايقاف ليه يا كابتن هاني؟ بتلمح لحاجه؟ مش احتمال. فشفنا بعض اللقطات بعد المباراه وهو بيحتفل مع الجمهور، الاوقات اللي زي دي الرد في الملعب، وانت الحقيقه يعني رديت احلى رد في الملعب على 6 اشهر مضت في مسيرتك. ما بعد ده امور لا تفيد بل فقط تضر. معاك حق، هي فعلا امور فقط تضر، وممكن فعلا زي ما انت بتلمح وبتلقح كده على ايقاف كهربا. بس بما ان انا عارف ان حضرتك محايد والبرنامج بتاعك برنامج محايد جدا، مش بيقف مع فريق ضد فريق ولا لعيب ضد لعيب، في لقطة حصلت في نفس الماتش وقبل الماتش ما يبدأ وقبل لقطة كهربا بكتير، شايف ان حضرتك ما جبت سيرتها يعني. اللقطة بتاعت شيكابالا اللي في اول الماتش. ايوه ايوه صح، شيكابالا اول ما نزل يسخن، فرقه الزمالك اول ما نزلت تسخن راحت تسخن في الجنب اليمين من الملعب ناحيه مدرجات التالتة يمين عشان تبقى قريبه من جماهيرها زي ما احنا عارفين. طبعا فريق الزمالك كله نزل بيتمرن وبيسخن في الحته بتاعته عادي، انما كابتن الفرقه، كابتن الفرقه، الراجل الخبره، الراجل التاريخ، ها، وسامحوني يعني في كلمه التاريخ دي، بس الراجل دوت كان له رأي تاني، راح لوحده كده هو يسخن في الجنب الشمال، الجنب بتاع النادي الأهلي والجنب بتاع مدرجات النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي زي ما احنا شايفين كده اهو في الفيديو. راح يسخن هناك، طبعا رايح عشان يستفز جمهور الأهلي، فما كان من جمهور الأهلي إلا إنه رد عليه، ابتدى يغني له العبيط أهو العبيط أهو. جمهور الزمالك لما لقى كابتن الفرقه بتاعته بيتشتم ما سكتش، قعد يشتم في جمهور الاهلي. راح جمهور الاهلي ما سكتش، قعد يشتم في جمهور الزمالك. راح شيكابالا راجع زي ما انت شايف كده هو تاني على مدرجات وعلى الجنب بتاع مدرجات الزمالك، وراح يسخن زي ما انت شايف ويشاور لجمهور النادي الزمالك ان انا مش سامع وانه علوا صوتكم في الشتيمه. بيقوم جمهور الفرقتين على بعض. ده الكابتن الاسطوره ها بتاع نادي الزمالك ده، عشان الناس بترجع تزعل وبتقول هو جمهور الاهلي بيشتم شيكابالا ليه؟ شيكابالا عمل لكم ايه؟ جمهور الاهلي محروق من شيكابالا ليه؟ كابتن هاني، بما انك اعلامي محايد، وبما ان البرنامج بتاعك برنامج محايد، وبما ان الاعداد بتاعك اعداد محايد، ممكن اعرف حضرتك ما جبتش سيره شيكابالا ليه وجبت سيره كهربا بس؟ ولا انت عاجباك اللقطه بتاعت شيكابالا؟ شايف ان هو كده كابتن واسطوره؟ ما علينا بقى من الكابتن هاني حتحوت وبرنامجه المحايد. انا بقى دلوقتي كلامي مش هوجهه للكابتن هاني، كلامي هوجهه ليك انت كمشجع زملكاوي وواحد من جمهور نادي الزمالك. ايه رايك في اللي كابتن فرقتك عمله؟ ايه رايك في انه يروح ويستفز جمهور الاهلي؟ هل انت شايف ان اللي عمله شيكابالا ده صح؟ هل انت شايف ان المفروض فعلا كابتن كل فرقه قبل الماتش يروح يستفز الجمهور المنافس؟
هل انت شايف فعلا ان الجمهور المفروض كل ماتش يقعد يشتم في بعضه بسبب لعيب؟ طب بلاش. ايه رايك في دور شيكابالا نفسه مع فرقه الزمالك؟ هل هو بيقدم اللي يفيد الفرقه ويساعد الفرقه على تحقيق بطولات وانه يوقف الفرقه على حيلها، ولا هو كل دوره اللقطه والخناق بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، وانه يخانق مع لعيبه الاهلي عشان ده يشتم في ده، ويبقى هو كده كابتن واسطوره وقناه الزمالك تسقف له وتهلل له وخلاص؟ قول لي رايك في الكابتن شيكابالا بصراحه، وما تبقاش زي الاعلام المحايد.